مساء الخير، اخبارك يا رب تكونوا بخير. معكم دكتور احمد العطله، استشاري نساء وتوليد العقم متاخر الانجاب والمناظير وتجميل النساء الجراحي ان شاء الله. الناس اللي اول مره تحضر معانا، هو احنا في سلسله فيديوهات موجوده بنعملها عشانكم، اسمها عشان تعرفي اكتر عن نفسك او معلومه عشانك. بنتكلم فيها عن المواضيع هنقول الشيقه واللي بتشغل حيز كبير من تفكيركم وتركيزكم الفتره الاخيره دي. وطبعا احنا كلنا عارفين، بما انا اتكلمت وقلت الناس شريحه انا مجاري ومناظير وحالات عقم، اذا هنتكلم النهارده على موضوع له علاقه بالحته دي وهو جزئيه العقم. احنا خدنا قبل كده وسمعنا دايما بتقول كلمه اللي هي كلمه انفيرتيلتي او بيشنت دي شيز كومبليتلي انفيرتايل. طبعا الفيديو هيبقى متقسم على اكتر من شق، فاحنا ان شاء الله هناخده كده بالراحه، جزء جزء نتكلم فيه ونشرح الموضوع ستيب باي ستيب، ونعرف المشاكل اللي موجوده عندنا ايه وايه طرق التعامل معاها وكيفيه علاجها، او ان احنا نرفع فرص الحمل عندنا ان شاء الله قدام. اول كلمه بنسمعها دايما كلمه انفيرتايل، ان هي سيده عقيمه. كلمه انفيرتيلتي دي معناها ان هي سيده تم اجراء جميع المحاولات وكل الوسائل والسبل محاوله من ان احنا يحصل لها كونسيف او يحصل لها كونسبشن او يحصل لها حمل to get pregnant and she didn't get pregnant. بنحاول نساعدها ان يحصل لها حمل ما بيحصلش. عشان اقول على سيده ان هي completely infertile او انها سيده عقيمه، لازم اكون عملت معاها كل الاجراءات اللي موجوده والمتاحه حاليا بما يخص جزئيه العلم المتاح دلوقتي، ان انا اقدر اوصل معاها لجزئيه الحمل. هل انا الحاله اللي جايه النهارده تابعت مع فلان او تابعت مع اي حد من الساده الزملاء وفي عندها مشكله ما، او ما تابعتش خالص بس الموضوع ان هي فيها تاخر وجات لي لاول مره دكتور انا متجوزه بقالي 6 شهور 7 شهور سنه مفيش حمل، هل دي اقول عليها عقيمه؟ ما ينفعش اقول عليها حاجه زي كده، بقول عليها حاجه اسمها سب فيرتيليتي. وده بقى اللي هو بنسميها نقص في الخصوبه، وده بقى هو المصطلح الاكثر شيوعا واستخداما، وهو ده المدرج عالميا دلوقتي. ما نقدرش نستخدم كلمه انفيرتايل دي الا يعني اما اكون فعلا اوريدي عملت كل الوسائل واستخدمت كل ما اتيح لي من العلم في ان انا اتوصل للحاله دي ان يحصل لها حمل ما حصلش حمل. فالمصطلح الاكثر شيوعا دلوقتي هو كلمه سب فيرتيلتي. طب يا دكتور، في حاجه اسمها انفيرتيلتي، في حاجه اسمها انفيكانديتي. يعني ايه الموضوع ده او معنى الكلمتين دول؟ كلمه انفيرتايل او كلمه ست دي عندها مشكله، او سب فيرتيلتي هنقول ان هي السيده التي لم يكن لديها الفرصه هي وزوجها ان هم يحصل لهم حمل في خلال 12 شهر كاملين من الزواج، مع ان في هذه الفتره لم يكن هناك اي نوع من انواع البروتكشن اثناء عمليه العلاقه، يعني علاقه مستمره بدون استخدام وسائل سواء كان بقى كاندم او غيره من الكلام ده كله لمده 12 شهر كاملين، لم يكن لها الفرصه ان يبقى باين عندها او يحصل تو اوبتين كلينيكلي recognizable pregnancy، ان يحصل عندها حمل واضح وصريح ونقول الست دي عندها حمل. فدي بنسميها كلمه سب فيرتيلتي او انفيرتايل. طيب يعني احنا بنقيس عندنا عباره عن سنه كامله من بعد الجواز، يعني مش من الصح 100% ان الست بعد الجواز فتره صغيره زي 3 4 شهور تقول انا دلوقتي بحاول اسعى او ادور ان انا استخدم وسائل المعتاده اللي نسمع عنها زي النيوترو انسيمينيشن او التلقيح الاصطناعي او الحقن المجهري، الا اذا كان عندها مشكله فسيولوجيه واناتوميكالي، يعني مشكله تشريحيه تمنعنا من ان احنا نقدر نعمل حاجه زي كده. بمعنى ما تجيليش في اول فتره دكتور عايز اخد الاجراءات دي او اعملها الا اما يكون عندك مشكله تجبرني ان انا اضطر الجا لهذه الحاجات، هذه المواضيع. لكن لو انت النهارده جيتي متجوزه بقالك 3 4 شهور وقبل الجواز عملتي تحليل انت والزوج، التحليل سليمه، تحليل الزوج سليمه، اذا لازم اديكي فرصه ما تقلش عن 12 شهر، هنقول 10 شهور 12 شهر، عشان اقدر اديكي فرصه لعل وعسى الموضوع يحصل اوتوماتيكلي without any kind of interference، ممكن يحصل لك بشكل طبيعي من غير اي تدخل مني. فاذا احنا بنتكلم في الحاله اللي بيعدي عليها 12 شهر، في الفتره دي لم يكن لها الفرصه او ما حصلهاش فرصه ان يحصل لها حمل باي شكل من الاشكال، ففي الحالات اللي زي دي احنا بنتدخل، ما كانش عندهم حمل. طب انفيكانديتي او ده معناه ايه؟ ده عباره عن حاله بنتكلم فيها عن السيدات اللي بيحصل لهم ريكارنت ابورشن، او سيده بقى لها 12 شهر حصل عندها حمل بس ولا مره فيهم الحمل ده نتج عنه وجود طفل سليم، سواء اذا كان بيبي ميل او فيميل. يعني الموضوع ببساطه ان انت بنقيم دايما الموضوع في خلال 12 شهر، فما تستعجليش الا لو انت الاختبارات والتحليل اللي المفروض تتعمل قبل الزواج ما عملتيهاش كلها بشكل دوري صحيح، وهي دلوقتي بقت مانداتوري، بقت حاجه اجباريه ان اي كابل بيتجوزوا لازم يعملوا تحليل معين عشان خاطر يطمنوا على صحتهم هما الاثنين. من ضمن التحليل دي عند الزوج السيمن اناليسيس، بالنسبه للسيده بنهتم جدا بجزئيه السونار عشان نطمن ان عندها كل حاجه كويسه، وبنعمل تحليل هرمونات من ثاني يوم الدوره دورتها منتظمه، ولو مش منتظمه بنديها ادويه تظبط الدوره، ومن ثاني يوم نعمل تحليل معين عشان نعرف كونسنتريشن او تركيز الهرمونات المسؤوله عن حدوث الحمل، الا وهي الاف اس اتش الاتش اي 2. وساعات بنعمل كمان الغده الدرقيه اللي هو بيبقى فول تشيك اب كامل على السيده وعلى الراجل قبل موضوع الجواز. طيب انا دلوقتي يا دكتور عايزه اعرف ايه الانواع، يعني ايه الانواع؟ يعني هل كل الحالات بنقول عليهم عندهم عقم اولي او بنسمع كلمه عقم اولي وعقم ثانوي؟ معنى الكلام ده ايه؟ كلمه عقم اولي يعني دي سيده من يوم ما اتجوزت لم يتسنى لها الفرصه ولا مره ان يحصل عندها حمل نهائي. طب يعني ايه عقم ثانوي؟ ان الست دي اتجوزت حملت خلفت عادي خالص، جت فتره خدت ادويه منع حمل او اي حاجه، المهم كان هدفها ان هي ما تحصلش تاني فتره ما من الزمن، وبعد ما ادت هذا الموضوع او انتهت منه جت تدور على حمل تاني وقفت الوسائل اللي بتاخدها كمان حمل لكن ما بيحصلش عندها حمل، دي بنسميها حالات عقم ثانوي لو استمرت برضه فتره طويله اللي هي 6 شهور لسنه من بعد توقف اخذ الوسائل المسؤوله عن منع الحمل. تمام؟
فده الحكم او بنسميه الحكم الاولي والثانوي. طب يا دكتور في عقم بنسميه عقم فولنتري او عقم الشخص بيقوم بيه بنفسه، قال لك اللي هو التعقيم الذاتي، بمعنى ان انا باخد وسائل منع حمل عشان خاطر امنع حدوث عمليه الحمل. والحالات اللي زي دي ما اقدرش اقول عليها عقيمه، لا ده اختياري، انت اخترتي بنفسك انك تعقمي نفسك وما يحصلش حمل عن طريق استخدام وسائل منع حمل. زي ما كان معانا فيديوهات قبل كده وقلنا ان هي عندنا انواع كتيره جدا جدا، في وسائل فسيولوجيه موجوده، وفي وسائل ثانيه لها علاقه بالهرمونز، وفي حاجات ليها علاقه باللوبس او حاجات بتتركب ميكانيكال كونتراسبشن، وقلنا في بقى حاجات اللي هي زي الكونترا بلان او غيره، الحاجات اللي بناخدها في الحالات الطارئه فقط لو انا مش عايز استمر على ادويه من الحمل بشكل متواصل او بكورس ثابت زي الادويه ثنائيه الهرمون او احاديه الهرمون. وقلنا قبل كده الفرق بين الاثنين، وامتى بستخدم دي وامتى بستخدم دي، وايه المناسب قوي مع فترات الرضاعه اللي هي احاديه الهرمون، واللي بنعمله واحنا ركبنا لولب، وهل يفضل نركب اللولب اثناء القيصريه ولا لا. كل ده شرحناه في اكتر من فيديو قبل كده، فعشان بس ما نتشتتش في الفيديو ده احنا بنتكلم النهارده على جزئيه ثانيه مهمه شويه، الا وهي عمليه حدوث العقم او عدم القدره على الانجاب. طيب نتكلم يا جماعه ببساطه شديده، هل كل الستات او هل النسبه دي موجوده كتير او منتشره؟ قال لك من 10 15% من الكابلز بيكون دايما عندهم احتماليه ان يكون في سم سورت اوف انفيرتيلتي، من 10 15% من الكابلز على مستوى العالم عندهم الموضوع ده. طب دلوقتي احنا هنتكلم ببساطه، لو واحده متجوزه جديد عندها 25 سنه مثلا، فرص حملها قال لك اللي عندهم 25 سنه في منهم نسبه توصل ل 60% بتكون قادره على الحمل في خلال اول 6 شهور من الزواج. وفي 85% عندهم 25 سنه بيكون عندهم قابليه لحدوث الحمل في خلال سنه من الزواج. وقلنا قبل كده ان السيده بعد عمر معين بيحصل دايما عندها ديتريوريشن او نقص في المخزون ونقص في الكفاءه في تكوين البويضات، حتى في بويضات بتكون ضعيفه وما توصلش لمرحله الماتيوريشن اللي احنا عايزينها. فده بيحصل من عند سن 35. اول ما نوصل لسن 37 بيحصل بقى سيفير ديتريوريشن في فرص الحمل عندها، بتقل جدا دراماتيكلي ديكلايند، بيحصل انخفاض شديد في فرص الحمل عندها. فناخد بالنا ان موضوع السن والعمر دي بتفرق معانا جدا 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 جدا. طيب نتكلم على شويه اجزاء ثانيه مهمه شويه، ونقول لك يا دكتور طب دلوقتي ايه الاسباب اللي موجوده عندي اللي ممكن تعمل حاجه زي كده؟ في شق ذكوري ليه علاقه بالراجل، وفي شق انثوي ليه علاقه بالست. طب الشق الانثوي اللي ليه علاقه بالست اشهر حاجه فيهم او الحاجات اللي ليها علاقه بالموضوع ده، قال لك احنا في 3 اماكن مهمين عند الست مسؤولين عن هذه البروسيس كامله، هذه القصه كامله، الا وهو المبيض، الانابيب، والرحم. دول 3 اماكن مهمين جدا جدا. ودلوقتي بنتكلم كمان على جزئيه ليها علاقه بعنق الرحم زي الالتهابات والافرازات ومشاكل موجوده في عنق الرحم زي البوليبس او الزوايد اللي ممكن تكون واحده من ضمن العوامل اللي تاخر فرص حدوث الحمل. بس الثلاثه الميجور اللي احنا عارفينهم اللي بنتكلم عنهم دايما هم المبايض كسورس تكوين او مصدر تكوين البويضات اللي هتكون اجنه قدام بعد الاخصاب مع الحيوان المنوي، والانابيب، واخيرا وليس اخرا شق ليه علاقه بالرحم نفسه. لو جينا اتكلمنا اول حاجه عن المبايض، هنيجي نقول الجزئيه بتاعت المبايض دي مهمه جدا. المبيض مش بس مسؤول عن تكوين بويضات، هو كمان عباره عن اندوكراين جلاند، هو عباره عن غده مسؤوله عن افراز الهرمونات للمحافظه على سير الامور الخاصه بالست بشكل متواصل على مدار حياتها. يعني مسؤوله عن شكلها، مسؤوله عن الفات ديبوزيشن في جسمها، مسؤوله عن الفيميناين كونتورنج بتاع الجسم وشكلها، لان نتيجه ان هي بتاثر وبتخرج هرمونات مهمه زي الاستروجين والبروجسترون. مش بس كده، مع البويضات كمان. طب دلوقتي لو انا النهارده واحده جات لي وعندها مشاكل في المبيض، ايه المشاكل اللي ممكن تصير عند ست في المبيض في سن صغير؟ اللي بيحصل حاجه اسمها بريماتيور اوفريان فيلير، يحصل عندها فشل في وظائف المبايض من سن مبكر. وده بيحصل عند سيدات كتيره للاسف مؤخرا نتيجه عادات غذائيه غلط او اتخاذ ادويه معينه بفترات معينه او التعرض لاشعه معينه زي الاكس راي في سن صغير، فدي بتاثر على وظائف المبيض وعلى تكوينه انه يقوم بوظيفته بشكل كويس بريتي سون من بدري. تمام؟ فده الشق الاولاني له علاقه ان ممكن يحصل لها حاجات زي كده. وفي الحالات دي بنلاقي ان هرمون اف اس اتش عندها بقى عالي جدا جدا، والمبيض لا يستجيب، مش شغال. انا بدي له هرمون اف اس اتش عشان احفز المبيض انها تكون بويضات كويسه، الرقم بيعلى وستيل مفيش اي استجابه. وده برضه بيحصل عند بعض السيدات في الفتره بتاعه المينوبوز اللي هي فتره او الفتره ما قبل انقطاع الطمس او فتره اللي هي بنسميه سن الياس، ان تلاقي الهرمون ده عندها عالي جدا جدا جدا، لان معناها ان المبيض ما بتستجبش. انا عمال اعلي في الهرمون ده عشان يحفز المبيض، المبيض ما بيردش عليا، فبضطر ان انا اضاعف كميات الهرمونات اللي خارجه من الهايبوثالاموس والبيتيوتري اللي هم الغدد اللي فوق موجود بقى كمراكز في المخ عشان تحفز المبايض انها تقوم بوظيفتها اللي احنا عايزينها وهي تكوين البويضات. فدي شق فيهم. طب احنا قلنا دلوقتي ان في موضوع مهم ان ده بيبقى نتيجه ان في فشل في وظائف المبيض، المبيض نفسه ما بيستجبش. تمام؟ طب ايه الحاجات اللي مسؤوله عن حاجه زي كده؟ قلنا في حاجتين، حاجه اسمها هايبوثالاموس وحاجه اسمها بيتيوتري. الغده النخاميه والغده الهايبوثالاموس اللي موجوده فوق اللي هي مسؤوله عن ان هي تطلع هرمونات، وتشتغلوا الاثنين مع بعض عشان يشتغلوا على المبيض. طب النهارده هل يا دكتور دلوقتي في حاجات تانية ممكن تكون بعيده عن الشق ده تاثر؟ في حاجات تانية كتير، ودي اللي هتكلم معاكم فيها بالتفصيل ان شاء الله في الفيديو الجاي. stay tuned for much more videos، واتمنى تكونوا استفدتوا بيه جدا جدا جدا. ويعني دمتم بخير دايما، ربنا يحفظكم جميعا ان شاء الله، وربنا يرزقكم جميعا. Thank you so much for watching، و stay tuned for much more videos. Bye bye.